في افلام بتتفرج عليها وتنبسط، وفي افلام بتخلص منها وتفضل تفكر. وجري الوحوش من النوع التاني، فيلم بيحكي عن دكتور عبقري لكن مغرور. الدكتور نبيه نجح في تجربة علمية خطيرة على النسناس، نقل فيها جزء من الغدة النخامية من نسناس سليم لواحد عاقل، والنتيجة المعجزة حصلت. راح سايب مراته وبنته في لندن ورجع مصر، فتح مستشفى وقرر يجرب على البشر، بس محتاج فلوس. فراح لتاجر الذهب سعيد ابو الذهب اللي نفسه في طفل من 20 سنة، بس زوجته وفاء ما حملتش. سعيد اتحمس للفكرة بس ناقصه متبرع، وهنا بيدخل عبد القوي المنجد، راجل غلبان مش لاقي ياكل، مراته حامل وهو مش قادر يصرف. عرضوا عليه 20,000، رفض. رفعوها ل200,000 بس تردد لحد ما طلب 2 مليون جنيه ووافق. ورغم اعتراض المحامي عبد الحكيم اللي قال لهم انتوا بتغيروا خلقة ربنا، العملية اتعملت بس في لندن. والنتيجة سعيد جاله شلل وعبد القوي فقد رجوله. الفلوس خربت حياة عبد القوي، وسعيد ضحى بكرامته وصحته، ومراته سابته واتجوز المساعدة عشان يخلف. وفي الآخر لا فلوس نفعت ولا علم نفع ولا حد بقى طبيعي. فيلم جري الوحوش مش بس دراما طبية، ده رسالة مرعبة عن الطمع والغرور، وإن العلم من غير ضمير ممكن يتحول لوحش. لو بتحب الأفلام اللي تخليك تعيد التفكير في كل حاجة، جري الوحوش يستاهل تشوفه من جديد.